بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، ياسف اليهودي المصري اللي حكم مصر كان ساكن في بولاق، وكان بيشتغل في دار ضرب النقود. كان ساكن قدام المعبد اليهودي في بولاق، جنب دكان عم صرافين اللي كان صانع الكحك. هبط يوسفيس ودخل الحاره بتاعته ودخل المعبد، وطلب من الحاخام ان هو يديله المباركه لانه كان رايح يقابل السلطان العثماني مصطفى خان. هو والدفتر دار عشان يقولوا له على دخل مصر، على المكوس والضرايب بتاعته. المهم طلب المباركه من الحاخام، والحاخام بارك له ان هو يرجع يكون ملتزم مصر. وفعلا ركب المركب ووصل لحد السلطان في اسطنبول. لازم تعرف ان مصر عباره، الارض الزراعيه في مصر تتوالى فصولها وتغير الالوان على وجهها. في ابيب ومصراي وتوت، تصبح مصر لؤلؤه بيضاء حين يفيض النيل. ثم يأتي شهر بابا وهاطور وكهيك، فتصبح مصر زي المسك السوداء حين ينكشف الماء عن الأرض المخصبة بالغريم، وتبدأ الزراعات في التفتح. ويأتي شهر طوبة وأمشير وبرمهات، تصبح مصر زمردة خضراء، وترتفع فيها النباتات والحشائش، وتتفتح زهور البرسيم ووجبات والقمح، ويطن النحل في كل مكان. ثم يأتي شهر برمودا وبشمس وبقونة، فتصبح مصر مثل سبيكة حمراء. وفي الوقت دوت تحين مواسم الحصاد في مصر، فبيض الزرع ويصفر القمح، وتتورد الحشائش مثل سبيكة من الذهب. وفي الوقت دوت يقدروا بقى يحددوا الضرايب والمكوس. المهم ياسف لما وصل قدام السلطان مصطفى خان هو والدفتر دار. الدفتر دار طبعا قال التقرير بتاعه عن مصر، فياسف كده اول لما طلع قدام السلطان قال له ارقام توحي له ان الضرايب ممكن تتضاعف. طبعا السلطان زمجر وحبس الدفتر دار في اسطنبول، وارسل ياسف لمصر. ياسف طبعا اصبح دلوقتي حاكم القاهره. واول ما وصل مصر كان يهود بولاق كانوا في انتظاره، وانحنى ياسف امام الحاخام. لم يكن هناك يهودي في الوقت دوت يهودي جوعان او اصابه مثلا الطاعون، لان نقدر نقول سنوات السمان والعجاف سابت عندهم خبرات متراكمه ان هم يقدروا يحموا نفسهم. في الوقت دوت تحركت مياه النيل والارض والدنيا كانت مزهوه كده، لكن للاسف الشديد ياسف هو والشله بتاعته اليهوديه اللي من حاره بولاق حطوا طبعا عملوا زيهم زي الحكام اللي برضو غيرهم، صدروا اراضي فلاحين وزود الضرايب على الناس لدرجه ان الناس كرهته. وطبعا السلطان كان متغاضى عشان خاطر الجبايه اللي كان بيعملها لانه كان ملتزم مصر. لكن في الاخر الناس قدرت عليه وقتلوه للاسف الشديد، والله يرحم الجميع. ودي كانت قصه اليهودي اللي حكم مصر. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.